المكان ده حلو قوي لو انتوا عايزين تجيبوا منه حاجات يعني ليكوا باسعار رخيصه هنا في امريكا، فالمكان ده اكيد كويس، بس لازم تخلي بالكم. تفتكروا يا جماعة رنا بتعمل ديزرت ايه دلوقتي؟ تفتكروا يا جماعه تطلع الحاجات دي كام؟ مليون؟ مليون مليون دولار. ليش يا ترى نحن متوترين؟ ليش؟ لأنه إجانا لاست مينت أوردر طلبية كبيرة. طيب يا جماعه احنا دلوقتي هنا في دولار تري، والدولار تري ده فيه كل حاجه ممكن تتخيلوها وما تتخيلوهاش. يعني هو من المحلات اللي هنا في امريكا اللي الناس ممكن تشتري منها كل حاجه هي عايزاها. فزي ما انتم شايفين هنا في شباشب، في حاجات مثلا الحمامات، لو انت عايز مثلا كريمات بشرة، شامبوهات، صابون، الحاجات دي كلها هنا كمان. يعني كل الحاجات اللي انتوا بتدوروا عليها، توك، فرش شعر، توك تاني، برضه حاجات للأطفال اهي، شباشب، ملابس داخلية، حاجات للأطفال برضه، حاجات المطبخ. هنا برضه في حاجات اهو. ايه ده، انت هنا؟ هاي. اهلا وسهلا. فين اهلا. حماس؟ مفيش حماس. ايه؟ فين حماس؟ اما الحماس هيجي دلوقتي. مفيش حماس في يلا. الخطة. هيا حلوين، كيفكم؟ اليوم نحن كتير متوترين، ويعني مع انه نحن متوترين بس اخترنا انه نصور لكم الاحداث هي معنا. ايوه. ليش يا ترى نحن متوترين؟ ليش؟ لانه اجانا لاست مينت اوردر طلبية كبيرة، الناس انزنقوا عندهم بكرة حفلة وبدهم ديزرت من عنا، فلأنه هن زبايننا يعني ومتعاملين معهم من قبل، فقررنا انه ناخذ الاوردر هاد. فشكله اليوم ما في نوم. وكمان عندنا ايفنت اصلا كمان كمان يوم يعني، فايه يس. بعد يومين 3 ايام عندنا ايفنت كبير، بازار. وبكرة أنا عندي شغل وأنت اه عندك شغل اه يعني فايه من يعني الصبح هو ده الهارد وورك، هو ده، بالضبط، هو بس ده باين. سمارت هارد وورك يعني. كوف عايزة حاجة تبقى في الحجم هاد يعني تقريبا. طب ايه الطلبيه صحيح بس ايه تبقى الطلبيه اللي جات لك؟ الطلبيه بدهم بنانا بودينج مم؟ وبدهم بسكوف ديزرت، يعني اللي هي بسكوف تشيز اللوتس، بسكوف اه في أمريكا. احنا بنسميها لوتس. اوكي. وبقلاوة سنتين كبار بقلاوة، ايوه فذاتس بقى. هيوج اوردر. ايوه. ففي ايه تحدي، في تحدي بالنسبه لرنا، يعني ان هي لازم تنجز الحاجات دي بسرعه. طيب ممكن والساعه نختار؟ دلوقتي عارفين كام؟ الساعه دلوقتي 9 بالليل، بس هنروح كمان تارجت دلوقتي. رح اخذ هدول ورح. طيب زي ما انتم شايفين يا جماعه كده في صواني بلاستيك، بحيث ان انت تجيبها على طول، انت في الاخر هتسلم الحاجات دي للناس، فانت مش هتاخد الصينيه تاني بتاعتك يعني. وهنا بقى في طباق، في حاجات كتيره قوي. بصوا الطباق، يعني حتى الطباق دي حلوه قوي. طيب نحن لسه عنا مشوار على وين؟ على تارجت، بعد بعد. بس تارجت بيقفل 10 يعني، فقشطه. قشطة. ايه احنا ما عندناش وقت، احنا اصلا لسه ما تغدينا ولا اه اكلنا شيء. اه ولا بس we can do it صح؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ايوه بالظبط، هو ده. طبعا طيب يعني علي اصري انه يصور اللحظات هاي ويوثق اللحظات هاي، وانا شكلي لازم نوثق اللحظات ديت عشان نفتكرها بعدين. الحلو يا جماعه الواحد لما بيعمل فلوج بيفتكر، لما يشوف الفيديوهات دي بعد كده بيحس فعلا باحساس كده جميل كده، يعني بيفتكر ذكريات جميله. فاحنا بنعيش معانا الذكريات الجميله دي. هو يا جماعه دولار تري يعني كل حاجه المفروض فيه بتبدا بدولار 25 سنت. طيب يا جماعه، وهنا بصوا برضو في الحاجات دي، دول كلهم اللي هما بيبقوا بتحط فيهم حلويات، بتحط فيهم كيك، يعني حاجات كده. وهنا برضو ايه كل المسحيق اللي بنستخدمها للغسيل، حاجات التنظيف كلها هنا. وهنا كمان بصوا، فهو في كل حاجة حتى بتاعت حاجات العيد ميلاد. كل حاجات العيد ميلاد، لو انتوا عايزين بقى تجيبوا بلالين، عايزين تجيبوا شموع، عايزين تجيبوا شمعة بقى مثلا الحمام والحاجات دي كلها، حمام زينة، معالق بلاستيك، كل الحاجات بتاعت الحفلات وكل الحاجات ديت موجودة. حتى كروت معايدة موجودة، حاجات كوبايات، كل الحاجات ديت موجودة. حتى شيبسيات موجودة هنا، كل الحاجات ديت. فهو كل حاجة المفروض فيه بتبقى بدولار 25 سنت، يعني دولار 25 سنت. أغلى حاجة ممكن تبقى دولار 25 سنت، بس هو كل حاجة هنا موجودة حواليا بدولار 25 سنت، كل حاجة حواليا. بس الكروت دي بقى ما بتكونش دولار 25 سنت، الكروت دي بتبقى بتمنها اللي موجود ده، يعني مش ب 25 سنت، عشان دي جيفت كاردز يعني. وانا بصوا الحلقات دي كلها، دي اي واحدة فيهم بدولار 25 سنت، كل الحاجات ديت.
كل المشروبات الغازية دي برضه، براويز، صور كلها. هنا كمان، هنا حاجات للكلب، شيبسيات، باسكت زبالة، حبال، حاجات عايزها للأدوات المنزلية، حاجات بقى كده ايه، حاجات كده زينات للبيت. حتى بصوا كانز وحاجات زي كده. سوري. كل الحاجات دي بصوا، طالما هم حاطين دولار 25 سنت يبقى الحاجات دي بدولار 25 سنت. لكن هنا بقى هتلاقوا مثلا، او ده مثلا 3 دولار، بس هو مفيش حاجة دلوقتي هنا. بس هي تبقى 4 دولار مثلا، اهو بيقول لك 4 دولار، 5 دولار، حاجات ديت تمام. بس الباقي كله، الحاجات دي كلها، الباقي دي كلها بتبقى بدولار 25 سنت. فالمكان ده حلو قوي لو انتوا عايزين تجيبوا منه حاجات يعني ليكوا باسعار رخيصه هنا في امريكا. فالمكان ده اكيد كويس، بس لازم تخلي بالكم من الحاجات اللي هي الاكل وكده والمشروبات، ان تركزوا في الاكسبايري ديت بتاعها عشان تتاكدوا من الموضوع ده. تمام. طب يا جماعه، دلوقتي احنا جينا على المحطه التانية وهي تارجت. احنا دلوقتي في تارجت هنا دلوقتي. الساعه دلوقتي بالظبط تقريبا 9:15، وتارجت بيقفل الساعه 10. فده تارجت. طيب، فاحنا المفروض الحاجات اللي احنا هنجيبها دلوقتي، الحاجات اللي انا هستخدمها عشان تعمل بيها الديزرتس، الحاجات الناقصه. فاحنا خلاص خلصنا من دور 3. زي ما قلت لكم دور 3 في كل حاجه انتوا عايزين تجيبوها للبيت، بس لازم تخلي بالكم من الاكسبايري ديت بتاعها، لان ممكن تلاقي حاجات فيها اكسبايرد، ودي تبقى مشكله طبعا لما تلاقي حاجات فيها اكسبايرد. لازم تخلي بالكم من موضوع الاكسبيريشن ديت ده. دوروا على كل حاجه تشوفوا اكسبايري ومش اكسبايري ديت بتاعها. ولو انتوا عندكم يا جماعه اي تجربه مع دور 3 سواء كانت حلوه او وحشه، حاجات اشتريتوها كانت كويسه من دور 3، قولوا عليها في التعليقات تحت عشان تفيدوا الناس بالموضوع ده. في زيه حاجه اسمها 99 سنت، بس 99 سنت ده محل مش حلو زي دور 3، بمعنى ان الحاجات اللي فيه معظمها بيبقى كتير جدا حاجات بتبقى اكسبايرد اصلا، بتبقى منتهيه الصلاحيه بتاعتها، فطبعا مشكله كبيره يعني. فعشان كده لازم تخلي بالكم. فدور 3 كبراند احسن، كسلسله يعني محلات يعني دور 3 احسن من 99 سنت. وزي ما قلت لكم يا جماعه، انتوا برضو قولوا لي من تجربتكم الشخصيه مع دور 3، انتوا بالنسبه لكم الموضوع ايه؟ شايفينه ازاي؟ شايفينه فعلا هل هو محل حلو تشتري منه حاجات حلوه، اكل وشرب وكده؟ الحاجات اللي هي بتبقى معلبه، الاكل المعلب والحاجات دي كلها بتبقى كويسه من عنده ولا لا؟ اعتقد المشروبات والشيبسي والحلويات والحاجات دي كلها هتبقى عادي قشطه يعني، ما فيهاش مشكله. ولكن اللي احنا بنتكلم فيه الحاجات اللي هي بتبقى معلبات، يعني الفول مثلا، التونه، الحاجات ديت يعني، او الحمص، الحاجات اللي هي معلبه دي، البروبيف كده يعني. طبعا اللي ما يعرفش تارجت من المحلات الكبيره جدا هنا في امريكا، وليه فروع كتيره جدا على مستوى ولايات هنا في امريكا، يعني في ضواحي كاليفورنيا كلها، وهو من المحلات الفخمه هنا يعني. وانا اصلا بشتغل في تارجت يعني فدي منطقتي يعني. فخليكم معانا دلوقتي، هنلف كده ونجيب الحاجات كلها اللي احنا المفروض نجيبها، ونرجع لكم ان شاء الله. تفتكروا يا جماعه تطلع الحاجات دي كام؟ مليون دولار. من 50 حاجه و50 بقى حاجه و40. صح. ميشن سكسسفولي دون. دلوقتي بقى هنروح البيت ونبدا ايه؟ نبدا في التحضير. نبدا التحضير ونوريكم بقى في الاخر ايه الفاينل تاتشز. الفاينل تاتش. يس. هنوريكم بيفور اند افتر. Stay tuned. Stay tuned. وام كلثوم كمان يا جماعه، يعني ايه، شوفوا المزاج، شوفوا الروقان. اكيد شي معمول بروقان. صح انه الساعه 3 الفجر بكره عندي شغل. يعطيك العافيه. بس معلش، كله يستاهل. مو أمر الله. المعلقة هون رح تفطس. طيب ماشي يا جماعة، دلوقتي اهو البانانا بودينج. يا سلام.
طيب يا جماعة، يعني على حظنا الجميل الكهرباء قطعت لحد دلوقتي اهو، يعني مفيش حاجة بتوقفنا. استخدمنا النور بتاع الموبايل. لحد هلا الفاينل تاتشز. ايوه، السلام على الفاينل تاتشز يا سيدي يا جماله. احلى بنانا بودنج ده طعم يا جماعة فظيع. انا اصلا يعني عشق البنانا بودنج. فاكرة اول مرة رحنا اكلنا فيه بنانا بودنج كان فين؟ مانجوليان بيكري، مش صح؟ مانجوليان، ماجنوليان. ماجنوليان. مانجوليان دي لا لا، ماجنوليان بيكري اللي في دي اف سي. كان اول مره اكل فيها بنانا بودنج في الوقت ده. كان اكتشاف. الوقت ده بقى احسن منه ب1000 مره. حبيبي لازم تجربوه يا جماعة. لازم. طيب يا جماعه، وده بعد ما خلاص خلصنا. ايه رايك يا جماعه؟ اي واحده فيهم احلى؟ دي احلى ودي احلى. طلعوا الفرق بين الاثنين. عارف لما تجيب الصورتين شبه بعض تقولي طلعوا الفرق بينهم؟ يلا. وبكده يبقى خلص الفيديو بتاع النهارده. نتمنى يكون الفيديو كان ظريف ولطيف واستمتعتوا بيه معانا. ولو اول مره بتشوفونا، هي رنا وانا علي. ولو الفيديو عجبكم لايك وشير سبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. ولو عندكم اي مناسبات اكيد يسعدنا ويشرفنا ان احنا نعمل لكم الكيترينج. تقدروا تتواصلوا معنا مباشره على حسابنا heavenlybites_ca، وهنكون سعداء لخدمتكم. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.